بص يا ابن الناس، قبل ما تطلع تزايد عليا وتقول اكيد اللي هيقول الكلام ده هو مش اهلاوي او طالع بياخد اللقطه، فانت محتاج تخش على البروفايل بتاعي، هتلاقيه مفتوح عادي، وترجع تشوف البوستات بقى بتاعت قبل 2018 وقبل 2023، وهقول لك ليه قبل 2018 وليه قبل 2023. يعني قبل ما تشكك بقى ده مش اهلاوي، لان الكلام اللي هقوله رخم، الكلام اللي هيقوله هيضايق ناس كتير يعني، وانت ممكن تكون حد منهم. فقبل ما تزايد عليا وتقول ده مش اهلاوي، ده طالع ياخد اللقطه، انا بيوتيوب بقالي 6 شهور ما اتكلمتش في كوره محليه خالص خالص. ده اول فيديو كبير هنزله على كوره محليه، واول فيديو بالمناسبه كان شورت بعد ماتش الاهلي والزمالك. تمام. فده اول فيديو يعتبر في 6 شهور من ساعه ما بدات التصوير هتكلم على كره محليه اصلا، هتكلم على اهلي وزمالك وبيراميدز. ده اول فيديو في حياتي. فقبل بقى ما تزايد عليا في الكلام اللي انا لسه هقوله وتقول ده مش اهلاوي وطلع، لا ارجع شوف. خش كده عندي على الاكونت وشوف بقى الراجل ده. يعني انا واحد من 2010 كان عندي 12 سنه، 2010 دي كان عندي 12 سنه. من 2010 لحد 2018 عدد الماتشات اللي اكون فوتها للاهلي ترحال في القاهره في اي استاد، عدد الماتشات اللي انا فوتها تتعدى على صوابع كف الايد ده. ماشي. واللي عارفني عارف الكلام ده، اللي عارف احمد خالد عارف كويس قوي الكلام ده، عارف ان احمد خالد ده من 2010 لحد 2018 ربنا اللي يشهد ما فوتش ماتش للاهلي في الاستاد في اي ملعب في مصر. تمام. فعشان بس ما تجيش تزايد وتقول ده طالع ياخد لقطه، لا انا مش طالع اخد لقطه خالص خالص. انا راجل حرفيا كانت النادي ده، اقسم بالله اقسم بالله انا كنت برتب يومي على مواعيد ماتشات الاهلي. يعني انا عندي تمرين، عندي مش عارف ايه، عندي جيم، عندي شغل، عندي فرح، بظبط كل يومي جدولي كده من اول ما بصحى، بظبط يومي. الاهلي يلعب الساعه 8، فانا بمحور يومي حوالين الساعه 8 ده. هل انا اخر سنتين دول زي قبل كده؟ يعني قبل 23، وهقول لك ليه 23، وهقول لك ليه 2018. هل انا قبل 23 هل انا بنفس الشغف ده؟ لا خالص. طب هل اي انجاز الاهلي عمله من 2023 لحد يومنا هذا انا مبسوط بيه؟ لا. هقول لك بقى لا ليه. انا واحد وناس كتير قوي حواليا كانت بتقول لي اطلع اتكلم اتكلم اتكلم، بس انا ما كنتش عايز اتكلم. بس النهارده لا، النهارده لازم اطلع اتكلم. لما النهارده الاهلي بالسكواد ده، باللعيبه دي، بالصرف ده، يفنش مركز ثالث ويلعب السنه الجايه في الكونفدراليه، ويبقى بنسبه 50-50 ممكن ما يلعبش النسخه المجمعه بتاعت كاس العالم الجديد، بسبب بقى اللي حصل اللي هنتكلم فيه ده كله دلوقتي. لازم اطلع اتكلم، لازم اطلع اتكلم. مبدئيا انا بطلت احضر ماتشات في الاستاد من 2018، وناس كتير هتبقى عارفه السبب ليه اشمعنى تحديدا من 2018. تمام. تمام. طيب هل حبي قلل الاهلي؟ خالص، بالعكس. بالعكس، زاد لحد 2023، لحد صفقه امام عاشور. لحد صفقه امام عاشور اللي انا واحد من الناس كان اللي بيجي يقول لي ده امام خلص في الاهلي، لحد ما بيدج الاهلي نزلت البوست بتاع اللي نرحب بانضمام امام، اللي كان بيتكلم معايا في الموضوع بيقول له يا ابني انت عبيط، مستحيل. ده راجل شتم صالح سليم، راجل شتم رمز الاهلي، ده انت بتقول ايه؟ فافوجئ بعد كده ان فجاه الاهلي اعلن ان هو ضم امام. طيب انا من اليوم ده قسما بالله، قسم اتحاسب عليه قدام ربنا، لا بقى بيفرق معايا الاهلي هيلعب امتى، لا بقى بيفرق معايا الاهلي كسب ولا خسر، لا بقى بيفرق معايا الاهلي اخد افريقيا ولا لا، لا بقى بيفرق معايا الاهلي كسب الدوري ولا لا. احنا بامام اخدنا دوري واخدنا افريقيا واخدنا ولعبنا في كاس عالم واخدنا سوبر
وعملنا كل الكلام الجميل ده. طيب برضو ارجع اقول لك عشان ما تقولش انت بتاع لقطه، خش شوف الاكونت بتاعي مش البيدج، خش شوف الاكونت بتاعي ماشي، هتلاقي ان انا امام في عز مكان الهايب كله عليه وهو احسن لعيب في مصر وجمهور الاهلي كله ماسك له الطبله، انا ما كنتش بفتح بقي، ما كنتش بنزل عنه كلمه واحده. ولما كانت بتيجي فرصه ان انا اتكلم عنه اذكر حاجه وحشه، هي دي اللي انا كنت بتكلم فيها. ليه؟ لان انا لحد النهارده انا مش قادر استوعب اصلا يعني ايه انت تروح تتعاقد مع امام. لا الاجمد بقى، انت رحت بعدها السنه دي جبت ياسين مرعي اللي كان جنبه في الفيديو، بعدها رحت جبت احمد عيد في يناير اللي كان جنبهم في الفيديو، هم الثلاثه. فين الاهلي؟ فين الاهلي؟ انا لما كان حد بيجي يتكلم معايا زملكاوي يقول لي انتوا ما عندكوش مبادئ، كنت بحط صوابع الاثنين دول في عينه، قسما بالله كنت بحط صوابع الاثنين دول في عينه، في عينه، وبقول له لا ده احنا واحنا 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 واحنا. لما حد النهارده بيجي يقول لي انتوا ما عندكوش مبادئ، انتوا رحتوا جبتوا امام عاشور ورحتوا جبتوا ياسين مرعي ورحتوا جبتوا احمد عيد، انا ما بعرفش افتح بقي. طب اقول لك حاجه، سيبك من امام وسيبك من ياسين مرعي، احمد عيد ده انت رحت جبته، يعني بص انت اولا كسرت الحظر اللي انت كنت عامله انك يتم ما بينك وما بين المصري اي صفقات سواء بيع او شراء. فانت لما يوم ما تيجي تكسر ده رحت كسرته على احمد عيد ان انت رايح تجيبه بديل لهاني. طب لما هاني اتصاب احمد رمضان بيكهام اللي لعب مش احمد عيد. قول لي كده عدد الماتشات اللي احمد عيد دخل السكور فيها، مفيش. فبص كميه الحاجات اللي تخليك مش هكره النادي. انا عمري في حياتي ما هكره النادي، عمري ما هكره النادي، عمري ما هكره النادي، بس هما بيطفوا شغفي ليه واحده واحده. انا يعني شغفي قاعد بيطفي للاهلي، شغفي قاعد بيطفي للاهلي. لا لا ازاي يا عم؟ ده احنا ما رجعناش حسام حسن، ده احنا مشينا ابراهيم وحسام وهم في عزهم، ده احنا ما رجعناش رمضان صبحي. طب ما نرجع رمضان، ما نجيب عصام الحضري نمسكه بقى مدرب بص انا مش عارف اشجع النادي بشغف تاني من ساعه الصفقه دي. طيب انا عايز اقول لك حاجه، ومش يعني سيبك بقى من مجلس الاداره خالص، سيبك من مجلس الاداره خالص، لان دي صفقه سوشيال ميديا. يعني الصفقه دي هي صفقه سوشيال ميديا. بمعنى ايه؟ يعني بمعنى ان نفس المجلس ده لو موجود مثلا سنه 2005 قبل اختراع الفيسبوك، هم ما كانوش جابوا امام عاشور، بس هم لما لقوا ان الجمهور على الفيسبوك يعني متقبل عادي الموضوع، ايه يا قشطه يعني عادي هات امام يا ده يبقى المشطشط الجديد، لقوا ان اكبر صفحات اللي هي المفروض تابعه للنادي والجمهور واللي بتمثل جزء كبير قوي من جمهور النادي ما عندهاش اي مشكله ان امام عاشور يجي، خلاص هات امام، ده يا ريت، دي حاجه هي تخلي الجمهور يبقى مبسوط. هي صفقه سوشيال ميديا، صفقه كيد، صفقه مش هي بس. انا ما عنديش مشكله في صفقه زيزو نهائي، نهائي. ما عنديش مشكله في صفقه بن شرقي نهائي خالص، لان الاثنين دول محترمين فوق راسي، حتى لو جم ما قدموش الاداء اللي كان مطلوب منهم فوق راسي كده كده. لكن العيب لما تبقى مجلس اداره النادي الاهلي بيمشي ورا السوشيال ميديا. عايز اقول لك حاجه، انا كنت صغير ولايه جوزيه الاولى كنت صغير، بس لما كبرت دخلت شفت وسرشت وشفت النتائج والكلام ده كله. عايز اقول لك حاجه، بدايه جوزيه مع الاهلي تمام، لو كان في فيسبوك وفي سوشيال ميديا مش معايا مصحف احلف لك عليه، بس انا عارف وانت عارف قسما بالله ما كان جوزيه ده قعد في النادي شهرين. احنا عارفين الكلام ده، انا وانت عارفين الكلام ده ماشي. اقول لك حاجه، هو مش بعيد تورب ده يبقى مدرب عنده، بعيدا عن مفيش اي حاجه تدل على ده، بس مش بعيد يبقى عنده، بس من كتر الهجوم اللي بيحصل من اول يوم ليه فالنادي خلاص بدا يفتح كلام معاه بعد تاني تالت رابع ماتش ليه.
بدا يفتح كلام معاه، يلا انت هتمشي، انت هتعمل مش عارف ايه، ها ليه؟ ده الجمهور متضايق، الجمهور غضبان، بتجات الاهلي متضايقه. فاحنا اصبحنا كنادي اهلي اللي بيتحكم فينا ايه؟ هي البيدجات، البيدجات والسوشيال ميديا. صفقه امام دي انا بالنسبه لي، انا بص اقول لك حاجه يعني، اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله تاني، الصفقه دي لو في 2005 ولا في 2006 قبل الفيسبوك، قسما بالله ما كانت هتتم. حتى لو انت قدامك انك تاخده فري، والله العظيم ما كانت هتتم. ف انا طالع عيب على جمهور، على شريحه كبيره قوي من جمهور الاهلي، طالع عيب عليهم، هم السبب في اللي احنا فيه دلوقتي، هم السبب في ده. مجلس الاداره يعني لا تعليق، عرفوا يخربوا النادي بامتياز. اكتر مجلس اداره في تاريخ النادي نجح، واكتر مجلس اداره في تاريخ النادي فشل. انت شايف المعادله عامله ازاي؟ شايف انت مستوعب المعادله عامله ازاي؟ هو اكتر مجلس اداره نجح، في نفس الوقت هو اكتر مجلس اداره فشل. فانت لما المجلس ده يمشي، مش تبقى عارف هتفتكر له ايه؟ هتفتكر له الحلو ولا هتفتكر له الوحش؟ راح بقى محمد عبد المنعم بملايين الدولارات وجاب لك ياسين مرعي، جاب لك ياسين مرعي. راح سمع كلام كولر وضحى باحسن باك ليفت في القاره. بالمناسبه لو انت ما تعرفش علي معلول بيعمل ايه مع الصفاقسي دلوقتي، فانت محتاج تخش تاخد نظره وتشوف علي معلول اللي كولر طلع قال اصل انا اتصبت الاصابه دي، وعارف ان هو عمره ما هيرجع يلعب تاني كوره وهيبقى لعيب جامد زي الاول، وعارف ان الاصابه دي هتنهي كارير. تخيل المدرب طلع قال كده على لعيب عنده في الفرقه. فالاداره سمعت الكلام وضحت بعلي معلول وبعدها بشهرين ضحت بكولر عادي برضو، بس ما علينا، ضحت بعلي معلول. وفين البديل؟ اديك اتفرجت النهارده على البديل وقبل كده. طيب رحت جبت امو المشطشط، علشان بعد كده يعمل معاك لقطه واثنين وثلاثه واربعه ومفيش اي اكشن بيتاخد معاه. وكيله كل شويه يطلع بكلام استفزازي، وهعمل في امام وهوديه وهجيبه ومش عارف، وانت ببيان الاهلي يمنع التعامل مع ادم وطني، بيان الاهلي مش هيتكلم غير مع امام، مش هيتكلم، مش هيتعامل مع. ها وبعدين هو هل ادم ده، يعني هل ادم وطني ده بيطلع يقول الكلام ده من دماغه؟ يعني هو بيطلع يقول الكلام ده من دماغه؟ طب هل امام، ما هو بص اقول لك حاجه، لو في حاجه تدل 1% ان ده شاري النادي، هيفسخ عقده مع الوكيل بتاعه بكل بساطه، زي رونالدو ما فسخ عقده مع خورخي مينديز احسن وكيل لعيبه في العالم، لما لقى ان هو في بينهم اختلاف في وجهه النظر عادي. فيعني هل ادم وطن يجمد من خورخي مينديز؟ بس هي باينه، هو زي ما عمل مع الزمالك هو بيعمل معاك وهيمشي، كده كده هيمشي. فهتبقى انت ايه اللي انت كسبته؟ ايه اللي انت كسبته بالسنتين ونص بتوع امام؟ قول لي ايه اللي انت كسبته؟ كسبت افريقيا كنت بتاخدها من غيره، كسبت الدوري كنت بتاخده من غيره، كسبت السوبر كنت بتاخده من غيره، لعبت كاس عالم للانديه كنت بتلعب فيه وبتاخد برونزيه من غيره. ايه بقى يعني بعد ما يمشي هو كده كده انا واثق ان هو هيمشي، كده كده انا واثق ان هو هيمشي، لان منظره في الملعب كل الماتشات اللي من بعد مشكله السفر، لما كان تعبان، تمام، كل الماتشات اللي لعبها بعديها بلح، مفيش خالص، مفيش خالص. فباين قوي ان هو هيمشي كده كده. فانت ايه بقى اللي انت استفدته في الاخر؟ ولا اي حاجه. انت خسرت نفسك، خسرت مبادئك، خسرت كل حاجه. هتلعب كونفدراليه، تخيل ان انت بالصرف ده كله وباللعيبه دي وبالسكواد ده وبالجهاز الفني اللي بياخد ملايين الدولارات ده، وهتلعب كونفدراليه، والزمالك عنده 16 ايقاف قيد ولا 18، وبلعيبه اقسم بالله نصنا ما يعرف منهم غير عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد مثلا. مين دول؟ مين دول؟ مين دول؟ نص الفرقه لعيبه ناشئين من تحت. هيلعب افريقيا وبطل الدوري. ما تجيش تقولي بعد الدوري ال 15، اصل انا اول ما الماتش ما خلص اول بوست جه في وشي، مبروك لنادي الزمالك الدوري ال 15 اللي الاهلي خده في سنه
تشيليارو 90. هو ده جمهور الاهلي بتاع دلوقتي. انا اسف ان انا اسف ان انا بقول كده، بس دي الحقيقه. انا اسف ان انا بقول ده، هو ده جمهور الاهلي بتاع دلوقتي. مبروك لنادي الزمالك فوز بالدوري ال 15 اللي الاهلي خده سنه مش عارف ايه. هو ده يعني فاهم. بيراميدز يعني هات لي كده، هات لي مركز خط في الملعب كله بيراميدز عنده لعيبه احسن منك فيه. سيبك من الزمالك ده كده كده، يعني سيبك بقى من الزمالك، انت كده كده سكوادك ده كله على الورقه، ورقه وقلم انت احسن منه في كل حاجه. بس بيراميدز والله العظيم انت عندك لعيبه احسن منه مليار مره، مليار مره، ما عدا خط الدفاع. في الثلاث فرق هقول لك حاجه. انا كنت بلعب درجه رابعه، حلو، كنت بلعب في نادي درجه رابعه، كنت بلعب انا سيرد باك، وجنبي مصطفى السعيد، باك رايت مصطفى عطيه، باك ليفت ماندو. حلو، ده كان خط الدفاع نادي درجه رابعه. اعتبر دي نعمه ربنا، هي كده كده نعمه ربنا، والنعمه دي على عينيا. احنا الاربعه كنا احسن من اي خط دفاع الاهلي لعب بيه السنه دي، قسما بالله، قسم اتحاسب عليه قصاد ربنا. درجه رابعه، انا ومصطفى عطيه ومصطفى السعيد ومندو كنا احسن من محمد هاني وياسر ابراهيم وياسين مرعي، ولما هادي رياض لعب، وكوكا، وكل اللعيبه دي. احنا الاربعه، انا بقسم لك بالله، بقسم لك بالله قسما بالله. طب يا عم بلاش انا اقسم بالله، اقسم بالله تاني، اي فرقه درجه تانية او درجه تالتة لو فتحت اتفرجت على ماتش ليها، خط الدفاع بتاعها ده بالكامل احسن من اي اربعه بيلعبوا في الاهلي. فسيبك من خط الدفاع، سيبك بقى من خط الدفاع. هنعمل فيه السنه الجايه معرفش. لجنه الكوره بقى، لجنه الكوره ولجنه التخطيط هم اللي هيحلوا الازمه دي. هم كل ما يتزنقوا الاهلي هيرجع محمد عبد المنعم. يوم محمد عبد المنعم طلع قال اقسم بالله ما هرجع، لو هلعب درجه ثالثه في فرنسا كينج، كده كده كينج، والله يا ابني كينج. فهم كل ما يتزن محمد عبد المنعم هيرجع، فمحمد عبد المنعم طلع قال لا انا مش هرجع. طب ايه الحلول؟ في مصر مفيش. طيب هل انت عندك لجنه الكوره تخيل انت عندك لجنه كوره، لجنه بقى، وبيقعدوا يعملوا اجتماع ورقه وقلم، تلاقي كل واحد داخل بقى مع الايباد بتاعه الاجتماع، وبيقعدوا بدل وكرافتات، واجتماع بقى وترابيزه طويله عريضه، اجتماع لجنه الكوره في النادي الاهلي، اجتماع لجنه الكوره في النادي الاهلي. في الاخر بيروحوا يجيبوا اللعيبه دي، وجون ادوارد جون ادوارد بيفتح اليوتيوب، لعيبه برازيليين مش واخده حقها في الدوري الفنلندي، ويتفرج. ايه ده حلو، بكام؟ $300,000 هاته، يبقى يجيب لك بزيرة. لعيب افريقي موهبه في الدوري الاوغندي، شيكوبانزا، حلو، 300,000 برضو هاته. ده جون ادوارد حرفيا. بص قسما بالله ده اللي بيحصل. جون ادوارد لوحده جايب للزمالك، لا سيبك من شيكو بنزا يا عم، جايب للزمالك لعيب زي بزيرة. لجنه الكوره، هل انت شفت لجنه الكوره دي من يوم ما اتعملت اكتشفت لعيب؟ بمعنى راحت جابت لعيب محدش يعرف عنه حاجه وبقى نجم؟ لا، هي لجنه الكوره بتعمل ايه؟ بتروح تختار لعيب جاهز، امام عاشور، ياسين مرعي على اساس ان هو جاهز، يعني ياسين مرعي، زيزو، بن شرقي. حتى لما راحت تفكر بره الصندوق جابوا كمويش. فين كمويش؟ لعيب اجنبي في القايمه بياخد بالدولار. فين كمويش؟ فين كمويش؟ انا ناسي شكله. بص، عايز تنتقد انتقد، عاجبك اللي انا قلته عاجبك، مش عاجبك انت يا سيدي حر براحتك. بس انا يعني حاسس ان انا كنت هموت النهارده لو ما كنتش طلعت قلت الكلمتين دول. فمبسوط اخر انبساط ان الحمد لله الموسم ده خلص.
ما عنديش اي شغف ولا اي حماس ان انا اتفرج على الاهلي وبيلعب في الكونفدراليه السنه الجايه مع البط الكيني بقى والبن الاثيوبي والحاجات دي. ما عنديش خالص شغف نهائي ان انا اتفرج عليه، بس للاسف هتفرج لان ده الاهلي وانا بشجع الاهلي، ما بشجعش افراد، ما بشجعش لعيب، ما بشجعش مجلس اداره، ما بشجعش جهاز فني. وحط تحت ما بشجعش لعيب دي مليار خط، لان انا مش هكره النادي بتاعي عشان لعيب خالص. بس انا بقول لك هو مش مكمل، لان هو زي ما باع الزمالك هيبيعك عادي جدا، عادي جدا بكل سهوله. والله العظيم اقسم بالله عمرك ما يعني خلاص عشان الكلام يعني مش هينفع يتقال. فانا ما عنديش اي شغف بصراحه للموسم الجاي. خلينا نشوف كاس العالم داخل. بعد كاس العالم بقى نشوف بقى لجنه الكوره هتجتمع وهتعمل ايه. المدرب الجديد هيبقى مين؟ هل هيبقى مصري؟ هل هيبقى اجنبي؟ هيروحوا يجيبوا مين لعيب تاني؟ هل حسام عبد المجيد اكتشاف؟ ده اكتشاف. حسام عبد المجيد ده اكتشاف قوي. حسام عبد المجيد ده اكتشاف، لازم طبعا يروحوا يجيبوه ينجموه. نفسي اشوف لجنه الكوره دي راحت جابت لعيب مغمور ولعب اتنجم زي ما شفناها كده زمان مع ابو تريكه مثلا. رحنا جبناه من الترسانه درجه تانية وتنجم وبقى اسطوره. بس للاسف محدش عايز يشتغل، محدش بيعمل اللي عليه. يعني مش محدش عايز يشتغل، محدش بيعمل اللي عليه. ف كان معاكم احمد خالد وسلام.